بيكم في استوديو اسلوب والحلقه الخامسه. هنتكلم النهارده عن مشكله منتشره قوي عند معظم الامهات اللي لسه عندهم اولاد في المدارس، وهي مشكله المذاكره للاولاد. في رسائل كتير جدا جات لنا من امهات بيعانوا من المذاكره مع اولادهم. من ضمن الرسائل دي جات لنا رساله خاصه جدا على قناه اسلوب من ام بتستنجد بينا وبتقول: الحقوني، الولاد جننوني خلاص. كل ما اقول له يا ابني اقعد ذاكر الامتحان قرب، يقول لي يا ماما بقى مش كل يوم مذاكره. ولما ربنا يهديه ونبدا مذاكره افضل اهاتي وانبح في حسي وهو ولا هنا اصلا، سرحان في حته تانية خالص، عمال يلعب بالقلم وشويه يبص لي في السقف ويبحلق لي في النجفه. يا ابني حرام عليك، ذاكر عشان تنجح السنه دي. ويا سلام بقى لو قعد يذاكر 5 دقايق على بعض، على طول تلاقيه نط لي فجاه وقال لي ماما جعان، يا ماما عطشان، يا ماما، ماما عايز ادخل التويلت. او فجاه يفتكر لي اللي حصل مع صاحبه في المدرسه ويفضل يحكي لي قصص ملهاش نهايه. يا ابني حبكت كل الحاجات دي وقت المذاكره، ركز شويه، هي دماغك دي ايه، مش بتفكر غير في اللعب؟ ولا الاستاذ الباشا البيه اول ما يسمع اصوات الزعيق والعذاب اللي بتبدا اول 5 دقايق من المذاكره يجري ويقول يا فكيك، وفريره تلاقيه لبس في ثانيه وقال لي انا خارج، ويجري ينفد بجلده قبل ما يتصاب. يا حرام، يا ترى انت كمان بيحصل معاكي كده؟ احب اقولك انك مش لوحدك، ربنا معاكي والله. خدي نفس عميق واسمعي مني 6 اساليب وحيل ذكيه تستخدميها مع الاولاد وقت المذاكره، هتخلي المذاكره وقت ظريف وممتع بالنسبه ليكي وليه. اول حيله: اتمسكني لحد ما تتمكني. الطريقه دي صحيح مش فعاله مع الاستاذ، لكن اكيد ليها نتائج مبهره مع اولادك. عايزاكي وقت الامتحانات والمذاكره تغمريهم بحنانك وحبك، دلعيهم وقولي لهم قد ايه انت بتحبيهم، وخديهم كل شويه في حضنك. قولي لبنتك هي قد ايه جميله وشاطره ونبيهه، وافضلي امدحي فيها وفي طريقه تفكيرها وهي بتذاكر. اديهم جرعه من الحب والحنان والتشجيع، وما توقفيش مهما استفزوكي، لان ده غالبا اللي بيحصل، بس انت خليكي صامده كده واستمري. تاني حيله: حيله الاتفاق قبل المذاكره. قبل وقت المذاكره هاتي ورقه حلوه كده وسميها ورقه الاتفاق، اكتبي فيها كل الحاجات اللي ابنك محتاج انه يذاكرها في قعده المذاكره دي، وقسموها مع بعض وبالاتفاق سوا. درس تختاريه انت ودرس هو يختاره. مثلا هتكتبوا: 1 عندنا مذاكره درس قراءه، 2 عندنا حل واجب الحساب، 3 عندنا مراجعه على درس العلوم الفلاني. وكل ما تخلصوا على حاجه اشطبوا عليها. الطريقه دي مفيده جدا عشان حيره الاتفاق دي هتخليه يحس ان هو اللي اختار يذاكر ايه ويلتزم باتفاقه. الحيله الثالثه: التايمر او المنبه لتقسيم وقت المذاكره. لو ابنك من النوع اللي بيتشتت بسرعه وبيفقد التركيز بعد مده معينه، يبقى تقسمي له وقت المذاكره. مثلا لو ابنك ناوي يذاكر ساعتين، يبقى عشان ما يفقدش تركيزه وما تبقاش المذاكره تقيله عليه، قسمي الساعتين دول على 4 مرات. جيبي له منبه او تايمر واظبطيه انه يرن كل 30 دقيقه، وخلي ابنك بعدها ياخد بريك 5 دقائق يعمل فيها اللي هو عايزه، يلعب جيمز بقى او يروح يغلس على اخواته براحته خالص خالص. طريقه المنبه وتقسيم وقت المذاكره دي هتخليه سيكولوجيا يحس انه بيذاكر في وقت قصير وبيخلص المذاكره بسرعه. الحيله الرابعه: التلوين والرسم. هات لهم اقلام ملونه يكتبوا بيها وخليهم يستخدموها وهما بيذاكروا، خصوصا في الحاجات اللي محتاجين انهم يحفظوها بالكتابه زي النصوص والتاريخ والجغرافيا والرسومات الموجوده في دروس العلوم. الاقلام الملونه دي هتخلي الكتابه ممتعه ومش هيحسوا بالملل. ويا سلام لو خططوا وحددوا لنفسهم النقط المهمه او الحاجات اللي دايما بيغلطوا فيها، هتثبت في دماغهم وهيفتكروها دايما. الحيله الخامسه: الستوب واتش. لو ابنك بطيء او بيتباطأ، يبقى حلك عندي. اول ما تلاقيه مكسل وبيبطأ ويضيع الوقت، هاتيله ستوب واتش وابداوا العبوا سوا. قولي له حل المساله دي في دقيقه، ولو عدتها تبقى انت خسرت اللعبه. هتلاقيه انتبه وتحدى نفسه وركز عشان يخلص قبل المده ويكسب. الحيله السادسه: اللوحه الذكيه. ودي بقى الطريقه المثاليه للنمر النهائيه. هاتي لوحه كبيره وعلقيها على الحيطه ولزقي عليها كروت فيها كل الحاجات اللي بنتك او ابنك ضعيف فيها، مثلا كلمات الاملاء اللي بيغلط فيها، او سؤال العلوم اللي فيه خطوات لسه ابنك محتاج انها تثبت في دماغه، او نص مش حافظه كويس. اي حاجه ابنك بيغلط فيها اكتبيها على ورق او كروت ولزقيها على اللوحه دي، وكل يوم خصصي من 5 ل 10 دقائق بس تبصوا فيها على اللوحه دي سوا وتراجعوا على الحاجات اللي عليها. التكرار كل يوم هيخليهم فعلا يتقنوا الحاجات اللي بيغلطوا فيها بسهوله ومن غير اي ضغط عليهم. ما تفوتيش يوم من غير ما تعدي على اللوحه دي، دول 10 دقائق بس. حتى لو اليوم ده ابنك ما ذاكرش فيه خالص، ما تفوتيش ال10 دقائق بتوع اللوحه الذكيه. والست حيل دول سرهم باتع. ابدأي من النهارده وهتشوفي النتيجه بنفسك، وادعي لي. لو عايزه امهات تانية تستفيد، اعملي ليهم منشن عشان يشوفوا الحلقه دي، واعملي شير ولايك كمان للحلقه على الفيسبوك واليوتيوب، وساعدينا في نشرها بكل الطرق الممكنه. اكتبي لنا دلوقتي في كومنت طريقتك في المذاكره مع اولادك واكبر الصعوبات اللي بتقابلك وقت المذاكره، وكلنا هنحاول نرد بتجاربنا على بعض علشان كلنا نستفاد مع بعض. هتلاقي الحلقه مكتوبه بالكامل على موقع اسلوب.com وعلى برنامج اسلوب للايفون والاندرويد. وما تنسيش تعملي سبسكرايب لقناه اسلوب على اليوتيوب عشان تقدري تشوفي حلقاتنا اللي جايه، وشوفي كل حلقات اسلوب اللي فاتت. اكيد هتساعدك كتير جدا. شير كمان مره واعملي منشن للاستاذ.